حاليا احنا في الجير الاول 4000 ار بي ام بندوس 7000 ار بي ام. الجير الثاني 6000 ار بي ام 100 كيلومتر السلام عليكم. اليوم راح نسوي ريفيو سيارة الأخ ياسر سوبارو اس تي اي موديل 2004. هالسيارة بالذات من زمان أنا بسويها ريفيو، لأن عندي قصة حب طويلة ويا السوبارو. يعني من فترة وأنا قاعد محتار بين الإيفو والسوبارو، بس ما أدري ليش، مع أن عقلي يقول لي اشتر ايفولوشن، بس أنا دائما قلبي في النهاية يرجع حق السوبارو. وإن شاء الله هاي حصلناها فرصة إن احنا نسوق هالسيارة ونشوف مشيها شلون. السوبارو نفس ما تعرفون الشركة عندها تاريخ طويل في الراليات، وهالسيارة بالذات اللي احنا نسوقها هي بيتر سالزبورغ اديشن. صنعوا منها بس 500 حبة، وصنعوا هالاديشن بمناسبة ان في ذيك الفترة بيتر سالزبورغ كان المركز الأول في بطولة الراليات، وعشان شيء صنعوا هاي الاديشن من السوبارو. اوكي، بنتحكي عن هالسيارة اللي احنا فيها. سيارة نفس ما قلنا موديل 2004. هالسيارة يسمونها بلوب اي. السوبارو لهم تسميات يسموهم على حسب الليتات اللي قدام. نفس الموديل اللي قبل ذي هي باج اي، والموديل اللي عقب ذي هي هوك اي، وهاي السيارة اللي احنا فيها سموها بلوب اي. وما ادري يعني مو متاكد، بس الموديل اللي من 2008 ورايح اللي هو يسمونه الجي ار يسمونه ستينك اي، بس مو اكيد من هالمعلومه، يعني احد يصحح لنا في الكومنتس. السوبارو دبليو ار اكس نزلت في بدايه التسعينات، يعني من سنه 92 او 93 في امريكا. بس الاس تي اي نزلت شوي متاخر، نزلت في عام 2002 او 2001. موديل الباج اي اللي هي السوبارو اللي قدام ليتاتها عيون. وكان واحدة من الأسباب أن فوجي هافي اندستريز اللي هي الشركة اللي تملك سوبارو نزلت الاس تي اي في أمريكا، لأن ذيك الفترة متسوبيشي كانت منزلة الإيفولوشن 7، كان أول موديل ينزل حق الإيفو في أمريكا. فسوبارو ردت عليها بالاس تي اي اللي هي الاس تي اي الباج اي. ومن هني ابتدى الصراع بين الايفولوشن وبين الاس تي اي. السوبارو اس تي اي تنزل في اليابان بماكينه اسمها اي جي 20، وفي امريكا ودول الخليج تنزل بماكينه اسمها اي جي 25. ونفس ما تعرفون السوبارو دائما يعني اكتسبت سمعه انها هي سياره غير لايبل، وماكينتها دائما تكون فيها مشاكل. يعني دائما نسمع ان السوبارو الا ماكينتها منبطه ولا فيها مشاكل، ان ماكينتها ما تنفع حق تزويد او تلغيم. وذي السبب يعود حق يعني في عده اشياء في الماكينه، في خصوصا في الاي جي 25 اللي تنزل عندنا في الخليج، تعود لعده اسباب. اول سبب ان ماكينه السوبارو الاي جي 25 معروفه ان البستن مالها مصنوع من كاست الومنيوم، وهو شوي معدن ضعيف، فما يستحمل باور وايد. وثاني شيء التيون اللي يجي من المصنع في السياره معروف عنه انه هو تيون وايد ريستريكتد. سوبارو حطته حق الاميشنز، يعني حق النطوف الاختبارات الاميشنز في امريكا او في اليابان. فعشان كذي ينصحون الواحد لو يركب اي بولتون في السوبارو لازم انه هو يرد يتونها عقب ما كل قطعه يزودها في السياره. وواحده من العيوب بعد اللي موجوده في الاي جي 25 ان البلوك نفسه ما يشد سرعات، ما يشد هورس باور عالي، لان البلوك نفسه مصنوع من الالمنيوم. طبعا سوبارو صنعته من الالمنيوم حق انه يكون وزنه خفيف، بس دائما التيونرز ينصحون ان الواحد يحط سليفز حق تساعد البلوك، سليفز مصنوعين من الحديد، لان البلوك الالمنيوم فما يشد اكثر من 400 او 500 حصان. حتى لو بتسوي ريبلد الانجن لازم البلوك ما راح يستحمل، فلازم تحط ايرون سليفز في البلوك حق يصير اقوى ويشد اكثر من 500 حصان.
اوكي. عندنا في المقابل ماكينه الايفولوشن اللي هي الفور جي 63. طبعا مصنوعه من الايرون فتستحمل هورس باور اكثر. الانترنالز مالينها اقوى فعمليه اكثر حق التزويد والتلغيم. بس طبعا عندنا ميزه في البوكسر انجن ان هي ماكينه مسطعه. اول شيء البوكسر نفس ما قلنا مصنوعه من الالمنيوم، ميزتها وزنها اخف. ثاني شيء بما انها هي فلات فالسنتر بوينت في جرافيتي الجاذبيه تكون تحت، فالثبات مال السياره يكون دائما افضل في السبارو من الايفولوشن. بس طبعا مو في كل الحالات، يعني في موديلات تفرق عن موديلات، فما بعمم ان كل السباروز افضل من الايفولوشن في الثبات، بس انه وضعيه الماكينه في السياره تساعد، فهاي ميزه تعتبر في البوكسر انجن في السبارو. انزين السياره اللي احنا فيها عليها يعني وايد اشياء، ما ادري وين ابدا. اول شيء الجير، يعني الفيلينج ماله جدا وايد عاجبني لانه وايد قصير، يعني راعي سياره مركب فيها شورت ثرو الجير، فالترانسميشن وايد الفيلينج ماله حلو صاير. الكلتش وايد ثقيل، يعني عليها اكسيدي ستيج 2، بس انا ما توقعت ستيج 2 هاللون ثقيل، بس وايد ثقيل. ننتقل للماكينه. الماكينه عليها شورت بلوك ريبلت، راعي السياره سوى ريبلت الشورت بلوك، بس ما بنتكلم عن التفاصيل. السياره عليها فول بولتونز، اوكي. عليها التيربو الاصلي، عليها التيربو الاصلي، اوكي. عليها التيون، عليها كوب اكسس بورد، عليها اويل كولر. طبعا راعي السياره لانه هاوي يدخلها حلبات، فالاويل كولر وايد يساعده حق الحراره. واحده من الاوبشنز اللي موجوده في الاس تي اي ان اللي يسوق السياره يقدر يتحكم بقوه الدفع. يعني مثلا في هني شيء نفس الفراره ورا الجير، الواحد يقدر يغير قوه الدفع، يعني مثلا يقدر يخلي 30% قدام 70% ورا، او يقدر يخلي السياره 50% قدام 50% ورا، او يقدر يقطها اوتوماتيك والسياره بروحها تحدد هالشيء على حسب الشارع اللي يسوق فيه. السياره عليها جيجات دفي طبعا حق البوست والاويل بريشر والاويل تمبريتشر. السبارو فيها شيء وايد يعجبني، وايد يعجب ناس، يعني لو نسأل أصحاب السباروات كلهم بيقولون من أحسن الأشياء في السيارة صوتها، يعني صوت السيارة جدا حلو، صوت غليظ، يعني صوتها وايد يعجبني. يعني أتمنى أنكم تسمعون صوت السيارة حاليا وإحنا نسوقها، حق تعرفون الإحساس، يعني صوت السبارو دائما يعطيك إحساس حلو، إحساس إنك تسوق في رالي. حاليا احنا في الجير الاول 4000 ار بي ام بندوس، 7000 ار بي ام الجير الثاني، 6000 ار بي ام 100 كيلومتر، يعني بكل سهوله وصلنا لسرعه 120 كيلومتر في غمضه عين. ما حسيت باي لاج حق التيربو، يعني مع اوكي كنت دايس متاخر شوي 4000 ار بي ام، بس الموتر كلش ما كان فيه هيزيتيشن. شكرا على المتابعة، وشباب اللي عنده اي كومنت يكتب لنا تحت في الكومنتات، واللي يبينا نسوي ريفيو سيارتك كل اللي لازم يسويه انه يطرش لنا ايميل على stansarabia@gmail.com، وان شاء الله راح نلاقيه ونسوي سيارة ريفيو. وشكرا للمتابعة.